أنا سلمى، عندي 19 سنة. كانت حياتي مليانة بالتحديات بين الشغل والدراسة والتزامات الحياة اليومية، وكنت دايما حاسة ان في حاجة ناقصة في حياتي او في شيء مفقود. شعور غريب قوي من القلق والتوتر، على الرغم اني دايما بحاول احافظ على توازن حياتي، بس كنت فاقدة السلام الداخلي اللي طول الوقت بدور عليه. وفي يوم من الأيام وسلمى كانت قاعدة في أوضتها بعد يوم طويل، فكرت في حالها والشعور اللي بيجيلها، وإن دايما الحياة بالنسبة لها بقت تقيلة على قلبها، وإن هي حاسة إن هي ضايعة في وسط العالم ده كله. افتكرت الحديث اللي دار بينها وبين مامتها قبل أسابيع، ونصيحة والدتها ليها إن هي تنتظم في الصلاة. وقالت لها: يا سلمى، الصلاة هي الطريق إلى الطمأنينة. اذهبي إلى الله تجدين السلام في قلبك. وقالت سلمى لنفسها: أنا مشغولة طول الوقت ومش لاقية وقت للصلاة، بس هحاول أطبق نصيحة ماما، يمكن هو ده فعلا اللي عامل فيا كده. قررت سلمى إن هي تبدأ بتأدية الفروض الأساسية في أول اليوم. كانت الصلاة صعبة على سلمى في الأول، لكن مع كل صلاة كانت بتشعر بشعور غريب من الراحة القلبية، وقلبها دايما كان مرتاح وخفيف، وحاسة بخفة نفسية غير طبيعية. حاسة ان كل همومها بتتشال وبتروح مع كل صلاة، ومع كل سجدة، ومع كل ركعة، ومع كل تسبيح. بعد أسبوع حست سلمى بطعم ونور الصلاة، لا بقت متوترة ولا قلقانة، وبعد كل ده عن قلبها وعقلها. بقت كل لما تلاقي صعوبة في الحياة تفتكر ان الصلاة هي ملاذها وراحة لقلبها وعقلها، ونورت صدرها بقت بتحس ان هو منور بالصلاة. والدرس اللي اتعلمته سلمى ان الصلاة خلتها تعيش بسلام وطمأنينة، وان لا يمكن الانسان هيحس بده الا بالاتصال بالله، والاتصال بالله دوت هو الصلاة. 2، التركيز والانضباط. مع انتظامها في الصلاة بقت قادرة ان هي تركز اكتر على اهدافها وتنظيم وقتها. القوة النفسية اللي حست بيها، وان هي ترفع من روحها المعنوية، وان الصلاة فعلا خلتها اقوى ونفسيتها قوية عشان تتجاوز كل عقبة في حياتها. الراحة اللي هي حست بيها من القلق وتطهير مشاعر القلق والتوتر، وكل ده اتبدل بالصلاة، وبقت قادرة ترتاح عشان هي انتظمت في الصلاة. الصلاة منحتها سلام وساعدتها على تنظيم حياتها بشكل أفضل، جعلت قلبها مطمئن وروحها قوية. ونصيحة سلمى لينا إن الصلاة مش مجرد عبادة، هي اتصال مباشر مع الله، هي مصدر قوة وسكينة. إذا كنت حاسس بقلق وشاعر بقلق وتوتر، الجأ إلى الصلاة. الصلاة هي الطريق اللي بيضئلك وبينور طريقك في الظلام، وبياخدك من الظلمات إلى النور.